جربوا كده، حطوا دقيق على الميه المغليه على النار وتعالوا هنعمل حاجه جامده جدا. يلا بسم الله. اول حاجه معانا كوبايه ميه عليها رشه ملح ورشه من السكر او معلقه صغيره من السكر ومعلقتين 3 من الزيت، وهنقلب الكلام ده كله ونسيب الميه دي تغلي مع بعضها، وبعدين نروح نازلين عليها بكوبايه من الدقيق. كده حطيت نص كوبايه وهحط نص الكوبايه التاني مع التقليب المستمر. لازم جدا تقليب مستمر علشان العجينه تلم معانا وما تكلكعش. وهنوطي النار خالص في الوقت ده، بس هنسيبها شغاله مش هنطفي النار، وهنفضل نقلب في العجينه لحد ما تنعم وتلم معانا زي ما هوريكم في الاخر بالظبط. كده تمام جدا. هنسيبها بقى تبرد، وبعدين نجيب العجينه بعد ما بردت نرش عليها معلقتين برضو من الزيت. والمفروض ان احنا نرش على الحاجه اللي هنعجن عليها برضو زيت عشان ما تلزقش كده زي ما احنا شايفين. ونفضل بقى نعجن في العجينه حلو جدا، هتلاقوها نعمت معاكم اكتر واكتر بمعلقتين الزيت دول. انا كده رشيت زيت، بس طبعا مؤخرا كان المفروض ارش من البدايه. كده شايفين العجينه ما شاء الله. الكميه اللي انا عملتها دي انا ضاعفتها تاني لان حسيت ان الكميه قليله، يعني ممكن تضاعفوا الكميه او ممكن تجربوا في الكميه الصغيره دي الاول، وبعد كده لو حبيتوا تزودوا. يعني كوبايه الميه هتاخد كوبايه دقيق، تمام، مع معلقتين من الزيت ومعلقه من السكر ورشه من الملح. هنعمل بقى العجينه كور كده صغيره ونسيبها ترتاح 5 دقايق، ونبدا نجيب بقى اي حشوه انت عايزاها. جبنه ساده، انا هنا حطيت جبنه موتزاريلا على جبنه فيتا او جبنه ملح خفيف او قشطه او كيري، اي حاجه، وعليهم رشه من الزعتر. هنجيب العجينه بتاعتنا الكور اللي احنا عملناها ونحط فيها حته الجبنه. طبعا ممكن تحشي لحوم، تحشي اي حاجه انت عايزاها، ونقفل عليها كده. وبعدين ممكن نديها شكل من على الحرف، هوريكم واحده برضو تانية. هنقفل كده عليها زي القطايف وندوس بايدينا حلو قوي على الحروف، نقفلها حلو جدا. ونجيب بقى شوكة او اي حاجه ونعمل بيها شكل على الحرف كده. ده شكل رفيع وشكل عريض شويه كده زي ما احنا شايفين. خلاص خلصنا الكميه كلها. هنروح نجيب بقى حله او طاسه مليانه زيت. يفضل ان الزيت يكون عالي شويه، ونعمل له تيست كده عشان نتاكد ان هو سخن. وننزل بقى بالمخبوزات بتاعتنا دي في الزيت. عايزه اقول لكم ما تقلقوش خالص، مش شاربه الزيت تماما وكده، علشان الزيت اعلى منها هتلاقوها استوت من فوق ومن تحت من غير تقليب كتير. كده شايفين اللون تحفه ازاي؟ تحفه تحفه تحفه، ما بتشربش زيت خالص وما بتاخدش وقت خالص. خدوا بالكم كده طلعناها اهو. شايفين اللون تحفه ازاي؟ خطيره ومقرمشه جدا من بره ومن جوه طريه جدا، وبجد تحفه هتعجبكم جدا وبسيطه ومش شاربه الزيت نهائي. ما تقلقوش، لو مش حابين الزيت ممكن تدهنوها زيت من فوق ومن تحت وتدخلوها الفرن، هتاخد نفس الكراست ونفس الوش بالظبط. وبس كده خلاص، وباي باي. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده.